مشاهدينا ومتابعينا، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بتوقعات مباريات كأس العالم المرتقبة اليوم الاثنين. المجموعتين السابعة والثامنة في ختام الجولة الثانية. المباراة الأولى التي سنستعرضها وإياكم خاصة بمباراة المنتخب الكاميروني والمنتخب الصربي. المنتخب الكاميروني انهزم في المباراة الأولى، أو كلا المنتخبين انهزما في الجولة الأولى أمام سويسرا والبرازيل على التوالي. إذن أي نتيجة الفوز لأحد الفريقين تعني الإقصاء أو حتى التعادل تعني الإقصاء المبكر من المنافسة. مباراة نتوقع فيها فوز المنتخب الصربي وأكثر من هدف في المباراة. بخصوص مباراة كوريا الجنوبية أمام غانا، كوريا تعادلت في المباراة الأولى أمام الأوروغواي، في حين انهزمت غانا بصعوبة أمام المنتخب البرتغالي. مباراة صعبة للتوقع. على كل حال نتوقع أقل من 3 أهداف في المباراة، أو فوز أو تعادل منتخب الكوري الجنوبي. بخصوص مباراة البرازيل وسويسرا، البرازيل أمتع فريق في كأس العالم في هذه النسخة لحد الآن. أداء رائع، مهارات وفرديات في غاية الجمال شاهدناها في المباراة أمام صربيا. قدم أداء رهيب صراحة. إذن في المباراة نتوقع فوز المنتخب البرازيلي أمام سويسرا وأكثر من هدف في المباراة. في المباراة الأخيرة في يوم الغد، مباراة البرتغال أمام الأوروغواي، في هذه المباراة نتوقع فوز أو تعادل منتخب البرتغال وأقل من 4 أهداف في المباراة. وإضافة إلى ممكن أن نضيف أقل من هدفين في الشوط الأول، أي لا يسجل أكثر من هدف في شوط المباراة الأول. على كل، هذه هي التوقعات الخاصة بمباريات الاثنين في كأس العالم في ختام الجولة الثانية. نلتقي في فيديو آخر، توقعات مباريات الثلاثاء بحول الله.